حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يلا نعمل كنافة. بس كنافة ايه بقى؟ متدلعة اخر دلع يعني. كريمة وكراميل ولوتس ونوتيلا وبصوا حاجة كده دلع يعني فوق الدلع. حاجة فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. المهم ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب لو اول مرة بتتابعوني، وحبايبي اللي متابعيني يا ريت ما ننساش نحط اللايك والاشياء الحلوة بتاعتكم ديت. قلت لكم بقى بما اني خلاص بدات افطر في البيت فهدلعكم الايام ديت مش هرحمكم. كيلو كنافه كده ولازم تحطيه في الفريزر قبلها بيوم. يعني احنا متعودين ان الكنافه بنجيبها صبحه وفريش وفرافيش كده. لا احنا عايزين الكنافه ديت متجمده. ليه عايزاها متجمده يا رحمه؟ علشان خاطر نشوف هنعمل بيها ايه دلوقتي، ونفتفتها كده عشان لما تتفتفت معانا تنزل مفروله كده ومفرفره وزي القمر زي ما انتوا شايفين. ممكن على فكرة يعني خطوة ان احنا مثلا نحطها في الفريزر ديت بتسهل علينا ان احنا نفركها سهل جدا بايدينا، او ممكن نضربها في الكبة. تعالي بقى كده على النار وهاتي حلة تكون واسعة. انا الاول كنت جايبة الحلة ديت، فالحلة ديت لقيتها صغيرة عليها. بصوا بعد ما حطيتها كده ملت الحلة، مش هاخد راحتي وانا بقلب، لا انا عايزة حلة واسعة. جبت حلة اكبر ورحت نازلة بيها فيها. يعني حلوة نازلة بيها فيها، دي نازلة بالكنافة فيها كده من غير اي مادة دهنية خالص، ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة. يعني في ناس بتحب تحط لها سمنة، مفيش مشكلة. يعني انا مثلا بحب الكنافة اللي في الحلة ديت متقلبة بمعلقة سمنة كده، وبعد كده ارش عليها معلقة سكر واكلها. لكن لا، اللي انا هعملها ديت معاكم عايزاها من غير اي حاجة خالص. اهم حاجة بس ان احنا نخلي ايدينا فيها علشان خاطر ما تلسعش مني، يعني ما تلسعش من حتة وحتة كده. ونفضل نقلب فيها باستمرار عشان كلها تبقى لون واحد وذهبي وجلد كده حلو، ما تبقاش واحده غامقه وواحده فاتحه وتديني في الاخر شكل مش مستحب. اي نعم هو كله هيتدارى بالحشوات اللي احنا هنعملها، بس برضو نزلت بقى عليها كده بمعلقه سكر. معلقه السكر ديت هتساعدني ان هي تتكرمل معايا بسرعه او تاخد لون بسرعه. انا عايزه اقول لكم ان هي هتاخد منكم وقت ومجهود شويه، بس اهم حاجه نفضل نقلب فيها علشان خاطر ما تتلسعش، لان هي سهل قوي ان هي تتلسع. وبمجرد ما بتاخد لون بتلاقوها هوبا في قومه كده في قاعده، بتقوم ايه كلها واخده لون يعني من حته وحته. لكن لو احنا ايدينا فيها خلاص نحط بقى كده فوطه. الفوطه ديت اهيت يا جماعه، فوطه مطبخ نضيفه. هحطها كده واحط عليها الحله. شايفين نازله مقرمشه ومحرمشه ازاي وكلها لون واحد؟ اللهم بارك. لمجرد بس ان انا شفته وشلتها من على النار حسيت ان هي ممكن تاخد لون من تحت. يعني هي اخدت لون كده غامق سيكا من تحت مجرد ان انا جبتها من على النار. ده بقى الشربات اللي انا كنت عاملاه معاكم. وطبعا عارفين كنافه سخنه شربات بارد، كنافه بارده يبقى شربات سخن. لازم حاجه في الاتنين تكون سخنه وبتغلي. انا هنا كان الشربات بتاعي بارد تماما والكنافه سخنه زي ما انتوا شايفين. يا دوب بس كده اديتها يعني معلقتين من الشربات علشان خاطر اللي هو ايه انا عايزاها تبقى يعني ماسكه معايا شويه. عندي بقى كريم شانتيه هنا. الكريم شانتيه دوت خام، انت ممكن تجيبيه عادي الباكت او تجيبي سايب زي ما انا جايبه. المهم يعني المتوفر عندك هاتيه. انا يا جماعه هفكه بميه. يعني انا صراحه بحس ان الكريم شانتيه احسن بالميه من العصاير مثلا او من اللبن. ممكن في اللبن لو هحطه على كيكه او هعمل قشطوطه او هعمل مثلا ايه الكريمه اللي هي بتحشي بيها الكنافه. غير كده بفكه بميه. هنا كده كان حوالي 8 كيلو، فكيته بحوالي اخد مني حوالي كوبايه ونص ميه. انا جايبه كريم شانتيه خام او جايبه كريم شانتيه المتحده. لما تروحي تجيبيه من عند مستلزمات الحلواني بيفرق معاكي جدا جدا في القوام وفي التشكيل. يعني صراحة بيبقى حلو. وبجيب ربع كيلو وبيقعد عندي كمية كبيرة، لان زي ما قلت لكم يعني هو بيبقى يعني عايزه اقول لكم ايه ممكن نقول عليه احسن الانواع اللي موجوده. هنا كده رصيت بقى يعني طبقة من الكنافة واديتها كده معلقة شربات، وكمان رحت حاطة طبقة من الكريم شانتيه واحط عليها طبقة كمان من الكنافة. وديت الحشوة المنقذة اللي انا كنت عاملاها معاكم، اللي قلت لكم ايه انا بعملها كده وبتنقذني طول رمضان. حطيت كده رشة من جوز الهند والزبيب والسوداني.
ممكن تحطي مكسرات، يعني ممكن مثلا تحطي قراصية وقمر الدين، المتاح عندك حطيه. والصينية التانية برضو هعملها بنفس الموضوع، حط طبقة من الكنافة وطبقة كريم شانتيه وطبقة تاني من الكنافة. التشكيل بتاع الكنافة من فوق هو اللي هيختلف في الصينيتين، طبعا بالهنا والشفا اللي اكلوهم وعجبوهم يعني، وبالهنا والشفا اللي كان ليه نصيب في حاجة واكلها الحمد لله. يعني الواحد بيعمل الحاجة بنية صافية، فعشان كده بتطلع الحاجة اللهم بارك حلوة جدا والكل بيشكر فيها. بصوا، وزعي بقى الكريم شانتيه بتاعك بالطريقة اللي تريحك خالص، ومش فارق عندي الشكل ولا التشكيل، لان ده كله دلوقتي هيتدارى باللي انا هعمله على الوش. اهم حاجة يا جماعة الطعم، يعني بصوا اهم حاجة الطعم. بصوا بقى، الصينية ديت كنت ايه هحط عليها حاجات من فوق كتير، فعارفين اللي هو عمالة ايه، طب اديها شربات ما اديهاش، يعني احط لها ما احطلهاش، لا قلت والله ما انا حاطه لها كده علشان خاطر يعني ايه يحسوا بطعم التشكيل اللي هيبقى على الوش، وكمان ما تبقاش جزعة قوي في الاكل. هنا كده احط بقيه الكريم شانتيه بتاعي، وتقريبا كنت حطيت معلقتين كمان وزودتهم ميه وضربت ايه كريم تاني. بصوا كده فردت وش الصينيه بتاعتي خلاص بالكريمه بتاعتي، وهبدا بقى ان انا اشكلها التشكيل اللي انتي بتحبيه اعمليه. يعني انا هنا قسمتها كده لثلاث، يعني 3 اجزاء، جزء حطيت عليه زبدة لوتس، وجزء تاني حطيت عليه شوكولاتة نوتيلا، والجزء التالت دوت كان عندي صوص كراميل كده بكريمة جوز الهند، رحت حطاه عليها. يعني عايزة تعمليها نوع واحد مفيش مشكلة، عايزة تقطعي مانجا عليها من فوق يعني وتبقى مثلا شوكولاتة بالمانجا، يعني برضو مفيش مشكلة. عايزه مثلا تكتفي بالكريم شانتيه كده، ممكن تحطي عليه صوص كراميل كده من فوق، وبتبقى خفيفه وبتبقى جميله جدا، يعني برضو من احب الانواع لقلبي صراحه. بصوا ديت كده اللي هو الصوص الكراميل بزبده جوز الهند، هقلبه كده بس ايه كله في بعضه، وهحط منه الجزء التالت دوت، وهبدأ ان انا افرده على الوش، ولا اكتر ولا اقل. خلص التشكيل بتاعي بتاع الصينيه ديت، خلص. لو رحتي بقى جبتي الصينيه دي من بره هتجيبيها بكام؟ بجد يعني بجد هتجيبيها بكام؟ طب هتقولوا لي صوص الكرم الغالي ومش عارفه ايه اللي انت جايباه دوت، قسما بالله يا جماعه انا تقريبا جايبه التمن لوتس وتمن شوكولاته وصوص الكراميل دوت، لما كنت في ماركت علوش كان نزل 3 علب ب50 جنيه. بس الشوكولاته واللوتس دولت طبعا ما استخدمتهمش كلهم للكنافه، انا عامله بيهم قطايف، هنزل لكم الفيديو بتاعتها. يعني شوفوا اهو استخدمته في كذا كذا وصفة، قولي مثلا يعني حوالي 15 جنيه صوص كراميل، و20 قولي مثلا خدنا ب10 وب10 حوالي 35 جنيه. والكنافة موجودة يعني في أماكن بتبيعها ب30 وفي أماكن بتبيعها ب35، وعملت منهم صينيتين، يعني التكلفة كلها حوالي 100 جنيه. بصي انت عملتي صينيتين واللهم بارك، صينيتين كبار، والحاجة كمان موجودة عندك منها في البيت، وهتعملي منها وصفات تانية. يعني اللي هو ايه هوني على نفسك كده وما تحسيش ان الدنيا مثلا غالية جدا، لا هاتي واعملي في البيت كده هتلاقي الحاجة احلى واضمن، عشان انت اللي عاملاها، وفي نفس الوقت كمان مش هتبقى مكلفة زي بتاعت بره. كده ايه يعني خلصت من اول صينية وخلصت من التشكيل يعني بتاعها. فكل اللي انا هعمله ان انا بس هحطها في التلاجة. انا هنا كنت قبل الفطار ما كنتش بعد الفطار، كان باقي كده عندي حبة شربات، فرحت احطهم على الوش وهفردهم كده علشان خاطر تفضل يعني بتلمع معايا. نيجي بقى للصينية التانية، فردتها عليها كده الكريمة ورحت حط عليها صوص كراميل، بس كده بس كده ما عملتش فيها اي حاجة تاني. يعني هي يا دوب بس فردت عليها صوص الكراميل كده وخلاص. الصينية دي كانت تحفة بجد، يعني كانت صراحة احلى كمان من اللي هي فيها الشوكولاتة، واحلى من اللي فيها اللوتس، رهيبة. وخلصوا كده معايا صينيتين الكنافه، وزي ما قلتلك هوني على نفسك كده واعملي الحاجه في بيتك بتبقى اضمن واوفر واحسن واقيم، وبصي معموله بحب كده، فبتوصل للناس بحب وبتطلع يعني زي الفل من ايدي. قولي بقى ايه رايكم في وصفات الكنافه ديت، ولو في وصفات تانية انتوا بتعملوها يا ريت تعرفوني كده. وزي ما قلت لكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني يا حبايب قلبي، وحبايب اللي متابعيني على طول يا ريت يحطوا اللايك.
دي كده الصينيتين بتوعي بعد ما خلصوا، يا دوب هدخلهم بس التلاجة يتجمدوا كده، وبعد الفطار ان شاء الله يتاكلوا بألف هنا وشفا. يعني حاجة صراحة كانت دلع الدلع، وبالهنا